النفق مسدود مسدود. انا عارف ان انا هموت هنا، انا كنت حاسس من الاول. احنا مشينا اكتر من 9 كيلو، احنا تهنا. هنعمل ايه دلوقتي بقى يا باشا؟ يا باشا ما فيش غير حل واحد، ان احنا ناخدها اسهل اول النفقه وبعدين نخبط على ابو موسى لحد ما يفتح لنا. انت بتقول ايه؟ احنا معناش اكسجين يكفي، يعني الكهرباء لو قطعت هموت هنا ومش هينفع نرجع تاني. احنا وصلنا لحد هنا بالعافيه. ما تكلم لنا ابو موسى يبعت لنا حد ياخدنا من الدفنه اللي احنا فيها دي. اكلمه ازاي؟ مفيش سيجنال هنا. احنا مشينا غلط، دخلنا نفق تاني. مفيش حل غير اننا نرجع، مش هنفضل واقفين كده نبص الحيطه سد. يلا نرجع. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك. ابو شعلان، ابو شعلان، ابو شعلان، شحم ولحم. نورتونا والله يا جماعة. الله الله يا ابو شعلان، تسلم ايديك، تجعله عامل على طول. الله يخليك كفايه كده يا ابو شعلان، احنا مش جايين نكلفك هنا. يا ناجي بيك. مصر بلد الكرم والجود، والمثل بيقول جود بالموجود، وهذا كله من خيركم. الله يخليك، ما هو مصر وفلسطين ايه؟ ما هو واحد. أكيد. ليه ما بتاكل يا ناجي بيك؟ لا معلش، اصل انا طول ما انا بفكر ما بعرفش اكل. ممكن فنجان قهوه؟ على عيني وراسي، أحلى فنجان قهوة يعدل مزاجك. ربنا يخليك. طول عمري نفسي اتجوز واحده فلسطينيه، الجمال اللي مش موجود ده، تلاقي العيون مسحوبه والرمش قد كده. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا راجل الطعس ده احنا لسه جايين دلوقتي من نفق كانه التربه. يا شيخ حسن، وانا بقول يا صاحب، انا بقول اتجوز. انا بعد اللي انا شفته في النفق ده انا مش مصدق ده لسه عايش. انا قطعت الخلف خالص. صحة وهنا يا شباب. واحفظك. اتفضل يا ناجي بيك، اتفضل اعدل مزاجك. هي البلد مالها فاضيه كده ليه يا ابو شعلان؟ الحقيقة يا ناجي بيك في مشكلة حصلت، اتفضل. والطريق هالحين مقفولة. امال احنا هنروح غزه ازاي؟ بالليل ان شاء الله لما تهدى الامور شوي حنروح غزة، بس هلا انتم منورينا والدار داركم. هي المشكله بين مين ومين؟ بين جماعة فتح وجماعة حماس. وايه سبب المشكله؟ سبب بسيط جدا، واحد من جماعة فتح بجوز ابنه، يعني عامل فرح. اجى لعنده واحد من بتوع حماس عشان يهنيه ويبارك له، قام فجر صاروخ بالفرح. صاروخ؟ صاروخ سكود ولا كاتيوشا؟ لا 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 يا ناجي بيك، صاروخ من هاللي بفرقع بالفرح، لكن جماعة فتح اعتبروا انه ايه، هي اهانة الهم وحيخربوه من الفرح، وجماعة حماس اعتبروا انه هذا الكلام مش مزبوط. بعدين الصاروخ يا ناجي بيك كان حيعمل حريقة بالفرح، لكن اللي حصل بعدين انه صار بينهم عركة كبيرة جدا. ربنا يهدي النفوس. امين يا رب العالمين. انا رح اقوم جيب لكم الشاي عن اذنكم. ربنا يخلف عليك يا ابو شعلان. بقول لك يا كبير، انا شايف ابو شعلان يعني بيقول لا مؤاخذه حماس ولا مؤاخذه فتح. انا لا مؤاخذه ايه دول بالظبط؟ تعرفش مين حماس ومين فتح؟ لا يا باشا ده سايت اعداديه، هيعرف منين ده؟ تعرف انت حسام؟ امال ايه يا باشا؟ ده انا مؤهل عالي، انت نسيت ولا ايه؟ انا بكالوريوس تربيه رياضيه. وبعدين في ايه يا جدعان، حد ما يعرفش حماس وفتح؟ تعرف ايه؟ ايه؟ تعرف ايه؟ شفتهم يا باشا في التلفزيون، قناه الجزيره، الاتجاه المعاكس. كانوا جايبين اتنين قاعدين قصاد بعض كده والمذيع في النص. واحد فيهم كان بيتكلم بحماس، قام التاني اتفتح فيه. هو الشاي اتاخر ليه؟ وانت يا ابراهيم؟ لا يا باشا، انا بتفرج على ملك، ماليش انا في الجزيره. بقى ما حدش عارف حماس وفتح. انتوا مش عايشين في الدنيا. والنعمه الشريفه معدت علينا يا باشا. لازم تعرفوا ايه اللي بيحصل حواليكم، لازم تفهموا كويس. وايه المشكله ما بينهم بالظبط يا باشا؟ المشكله ان دول مش طايقين دول، ودول واعيين مع دول، ودول عايزين يقلعوا دول
ويركبوا على دول. راحوا دول ضاربين في دول، دول يسكتوا؟ لا، المشكلة بين دول ودول جات على هوا دول. أمريكا وإسرائيل طبعا عايزين يوقعوا دول مع دول، مع إن دول نفسيهم واقعين مع بعض لوحديهم من غير دول. وإحنا في النهاية يهمنا إيه؟ يهمنا إن دول يبقوا مع دول. طب انا عندي سؤال يا باشا، احنا مع دول ولا مع دول؟ إحنا شوية مع دول وشوية مع دول. هو من هنا لغزة قد ايه يا ابو شعلان؟ حوالي 20 كيلو يا ناجي بيك. لا تقلق حنوصل، الحجة فاطمة عم تستنانا. على وين يا ابو شعلان؟ على بيت الحجة فاطمة بالشيخ عجلين. وين هويتكم؟ الجماعة ضيوفنا، أمانة برقبتنا يا أبو مجاهد. على راسي يا ابو شعلان، انا بعتذر لك، ما راح تقدر تمر بالسياره اليوم، عندي تعليمات امنيه، ما في سياره تمر من هون اليوم. اذا بدك توصل لحد فاطمه راح تكون على رجليك اذا بتريد. على رجلينا؟ بس المسافة طويلة كتير ونحن مستعجلين، والجماعة وراهم شغل يا أبو مجاهد. هذه تعليمات يا ابو شعلان وانت سيد العارفين.